اكتشفتي هادشي وواجهتي ملي اكتشفت هادشي وواجهتها، وهداك راه قالت لي خصني نمشي نشوف اختي في الرباط. جا نسيبي قال لي عطيها الفلوس، خليها تمشي تشوف اختها على حسابي، يومين ولا 3 ايام غادي تجي. فوت امر الله وقلت صدق الله العظيم. داك الصباح جبت لها 3000 مديتها لها. سيري مديتها لها، قلت لها سيري عند اختك تشوفيها. مشات لعند اختها تشوفها فعلا، جلست مع اختها في الرباط 3 ايام. هاد 3 ايام ولا 4 ايام جات نسيبتي من الرباط، جات بوحدها. فاش جات هاد نسيبتي من الرباط جات عندنا للدار، السلام السلام. قلت فين هي مرتي؟ قالت لي مرتك راهي بقات عند اختها في الرباط واحد اليومين اخر ولا 3 ايام وتجي. قلت لها واخا ما فيها خير. قلت لها نسيبتي دابا هادشي اللي كتقول بنتي وهاد العالم وكذا. قالت لي والبنت صغيره وغتدي عليها وراه غير تتكذب وغير تتكذا. قلت لها دابا انا بنتي دمي تيكذبها نسيبتي. قالت لي هي بنتي صغيره وما عندها عقل وما عارفاش وراه غير تتكذب وكذا. وديك قلت لها واخا نسيبتي ما قلتي خير عيب. دابا مرتي شنو هي فوقاش غادا تجي؟ قالت لي من هنا واحد 3 ايام ولا 4 ايام وغادا تجي مرتك ان شاء الله. قلت لها واخا نسيبها العزيزه ما قلتي عيب. قالت لك دابا انا جيت ندي حوايج للبنت، حوايجها. قلت لها كيفاش دابا قلتي غادي تجي وانت غادي تدي حوايجها؟ قالت لك هي المهم انايا راه غادي تجي، هي راه غادا 4 ايام ولا 3 ايام تجي، دابا انا جيت ندي حوايجها. قلت لها واخا ما فيها بس سيري هزي حوايجهم دي الحوايج. بالفعل دات نسيبتي الحوايج مشات لدارها. بقيت جالس انا من مور داكشي، جلست من مور داكشي سيدي شي نقول لك شي 10 ايام او 20 يوم. تنسول بناتي تنقول لها فين هي ماما؟ كتقول لي راهي خدامه في كازا. واخا انا نسيبي عيطت له من بعد ما جات نسيبتي من الرباط، عيطت لسليفي قلت له سليفي فين هي مرتي؟ راه جات لعندك وكذا ونسيبتي جات ومرتي ما جات، شنو هذا الشيء؟ قال لي لا انا راه وصلتهم للمحطه وراه قطعت لهم الورقه وراه خليتهم غادي يركبوا. قلت له لا انا سليفي العزيز انا راه جات هي نسيبتي هي اللي جات وقالت لي راه مرتك راه خليتها عند اختها، راه من هنا 3 ايام وغادي تجي. دابا انت انا كنسولك قلتي لي راني صيفطتهم. واخا ما اختصار. ملي هبطت قلت لهم انايا فين هي مرتي؟ قالت لك راه هي خدامه في كازا. واخا مرتي خدامه في كازا، مرتي دارت 20 يوم منين تصدعوا الفتنه بلا انا مرتي راه عندها 20 يوم وهي خارجه من الدار. 20 يوم وهي خارجه، هذه هي حتى للاخر ال 20 يوم الاخرى اللي تسافر فيها لكازا، عارفه بلا انا راه عارفه. بقات اختي قلبت لها التليفون وحسات. الإخوان أصعب خيانة ممكن تشوفها هي اللي غادي تشوف وغادي تسمع في هذا الفيديو. كملوا معنا الإخوان الفيديو الأخير، ما تنساش خلي متابعة على القناة ديالنا باش يبقى يوصلك ديما الجديد وتبع معايا. اختي هزات لها التليفون في دارها قلباتو لقات المكالمات ديال ديك النمره اللي كيهضر معاها، لقاتها كثير. هذه النمره اللي كتهضر معاها مكالمه بزاف وداير في اي وقت هذه النمره اللي كتهضر معاها وداير الفولا ديال الطوموبيل في البروفي. واخا ملي بدات تتقلب اختي ودخلت الفيديوهات لقاتهم جالسين في الجنان في الطبيعه، جالسين حاطين 2 كراسه وطبيله صغيره في الوسط وشاعل العافيه هو وحاط لها البيستاج واللوس ولا كاجو وحاط لها قرعه هاواي ومصورين غير الجلسه ومصورين غير رجليهم، اختي رجلين مرتي ورجلو هو شادين هي رجليهم والطبيله فيها هاواي وفيها البيستاج وكذا وهذاك راه جالسين شاعلين العافيه في الطبيعه. اختي ما كتشوف داكشي باش تهزو عندها تسكرينيه وكذا وهي تخرج مرتي من الطواليت. ملي خرجت مرتي من الطواليت اختي لوحات التليفون وهبطات للسفلي ديالها. بقات مرتي تتقلب على التليفون ديالها، فين تليفوني؟ قالت لها اختي وافي حطيتيه غتلقايه. قالت لها قلبي مزيان كذا، لقات التليفون هزاتو رقدات عليه. ملي رقدات عليه هذه النهار اللي غتمشي الصباح اللي غتمشي تسافر خلات اختي شافت داك الشيء ما عندنا غرض. مرتي بديت تنتسناها تجي معايا من الرباط، ما جاتش من الرباط. مرتي من الرباط طلعت لكازا هي والعاشق ديالها، طلع عندها بالطونوبيل لكازا قدام امها ركبات في الكار، يعني بالعلم ديال امها ركبات في الكار هبطات لمكناس. قبل اخويا جوهر هي غير نهار الاثنين هاد السيمانه تنقولها لكم من هاد المنبر. امها ومرتي ركبات مع العاشق ديالها، هي هاد السيمانه هادي ركبات مع العاشق ديالها. نسيبتي ومرتي ركبوت مع العاشق ديالها في الطونوبيل. هي هاد السيمانه هادي وصلت لهم. مع ذلك غنكمل لكم الموضوع كي داير غير باش ما ناخذش التفاصيل اللي ما عندنا ما نديرش. واخا بلا تفاصيل. تعرف هاد المراه حامله؟ باش عرفتها حامله؟ هاد المراه عرفتها حامله سيدي. وكيفاش طلقاتك وهي حامله؟
مع العلم ان كنعرفوا ان المراه اللي حامله راه في الطلاق واخا يكون طلاق الشقاق خاصها تجيب واحد كتطلب لها شهاده طبيه بانها انا مستوعب هذا الشيء وعارف هذا الشيء، عارف هذا القانون ديال المراه حامله ولا ما حاملاش. القضيه فاش تبغي تلقى تيطلبها الورقه ديال الطبيب. واخا وانت هذه المده هذه كامله اللي كنتي تسويها هذه المراه هذه ما عشتيش معها الحياه الزوجيه؟ ما قصتهاش من هذا التاريخ اللي تهرس من 2025 شهر 20 فيه شهر جوج، من 2025 شهر جوج، من 2025 شهر جوج فيه 20 ما قصتهاش. والنسيبه ديالي ملي جات مرتي من كازا، جالت في القهوه خاطري واكني تيقول لي ربي غتهبط تشوف وليداتك اليوم، وهبطت ومشيت نشوف وليداتي 8 شهور ما هبطتش لدارهم. فاش هبطت اكتشفت واحد الحاجه اللي شافها الله وشفتها انا وربي شاهد عليا. وصلت لباب الدار عند نسابي لقيت بنتي الصغيره عند كتاب بديت تنبوسها. اللحظه اللي ساليت حلات مرتي الباب ديال الطواليت تمات خارجه في 2025 شهر 5 فيه 22 فاش هبطت لدارهم 2025 لحظه واخا اسمح لي فهاد الهبطه اللي هبط تنشوف شي حاجه اللي شافها الله وشفتها انا. تندير في مرتيها تلقاها كلها معضوضه وكلها مصوصه وكلها زرقاء. قلت لها اش هاد الشيء؟ قالت لي دخل بعدا. قلت لها فين ندخل؟ قالت لي دخل لداخل ونهضروا. شنو هذا مضروبه ولا؟ لقيتها معضوضه ومصوصه على الاقل جنسيه والمصان والعدان والزروقيه طلعت لها بزاف اللي هنايا. قلت لها اش هذا الشيء؟ قالت لي هذا هي الحمام. دخلت لدارهم كاين باها كاين امها كاين حنا كاين عمتها. قالوا لي هذا غير كيس. قلت لهم اللهم من هذا منكر، هذا الشيء راه ديال الراجل. دار فيا باها قال لي اسكت غير بشويه ما تغوتش وكذا وهادي قمعوني. بقيت جالس انا تما تنبكي مع مصدوم وهذاك راه ما عيطش للبوليس في ديك اللحظه يشوفوا ذاك المنكر. هزيت الضربه وبديت تنبكي. مشيت بحالة ديك الليله جا نسيبي وبا داوني من عندهم من الدوار. مشيت بحالي. ملي دفعت هي الطلاق انا راه عندي الورقه ديال الخيانه الزوجيه. داير شكايه الاول دوزه الاول لقاء ديال الطلاق دخلت بالورقه ديال الخيانه الزوجيه والمدعيه تسنتت لها شكون اللي دافع فيكم الطلاق. قالت لها انا استاذه اللي دافعت الطلاق. شنو السبب؟ قالت لها يا ودي ما تيصرفش ما تيديرش، انا اللي تنخدم انا اللي تنخلص الكرا انا اللي تنفعل، ما كاينش استاذ. 9 سنين ديال هذا الزواج عايشه بما يرضي الله، ما كاين لا مشاكل لا حتى شي حاجه. ملي هي بغات تطلق وشافت راسها وحلات دارت هاد العروض هادو بالله انا ما كان انا 4 شهور ومهرس وكنخلص الكرا على وليداتي وكنصرف طايح مهرس في داري وكنخلص المسؤوليات ديالي والقوانين ديالي صعيبه القاصحه في هذا الشيء هي هذا الحمل. علاش المراه حامل؟ حامل ظاهر وكنستعد انا يعطيوني اعدام يعطيوني مؤبد. الا ما كانتش مرتي حملات وهي في العصمه ديالي وفي التاريخ اللي تنقول يعطيوني مؤبد ديال العبد. الا ما كانت مرتي حملات وكانت وشايه كاذبه انا كنتمنى من القانون يعطيني اعدام على هذه الوشايه الكاذبه وعلى هذه الفضيحه هذه. فضيحه خويا هذه الفضيحه الا كنت كنشوف هاد الناس انا كنتمنى من القانون الله ينصر القانون والله ينصر سيدنا الله يطول في عمره. اذا كانت هذه واخا احتراماتي لكم الا كانت هذه وشايه كاذبه انا مستعد يعطيوني مؤبد ولا يعطيوني اعدام واخا ما عندنا غرض. ملي هبطت شفت هذا الشيء طلعت بحالي مشيت لدارنا حس اموري الله كتبت الشكايه كذا. المهم دزنا الاول دوزه ديال الطلاق. قلت لها انت شنو عندك؟ قالت لها شنو عندي سالات. قالت لي استاذه تفضل. انا فاش قالت لي الاستاذه تفضل جبت الورقه ديال الخيانه الزوجيه وعطيتها للاستاذه. الاستاذه شدتها طلعت عليها قراتها دارت فيها. قالت لها انت عندك الخيانه الزوجيه وبنتك شاهده فيك. قالت لها لا استاذه غير تيكذب عليا وبنتي كتخاف منه واخا الى اخره. قالت لها استاذه انا بنتي كتخاف مني وانا هي تنكذب وانا بنتي ما عايشاش معايا عايشه معاهم عند امها. وزياده على ذلك الاستاذه غنقولك شي حاجه اللي شافها الله وشفتها انا. قالت لي شنو تقول؟ قلت لها يا استاذه غنقولك شي حاجه اللي شافها الله وشفتها انا. قالت لي قول. قلت لها استاذه جالس في القهوه مع 4 العشيه وربي تينغزني حاشا ولله تينغزني هاكا بجنويه تيقول لي اليوم غادي تهبط تشوف ولادك. 8 شهور ما وصلتش لعندهم تيقول لي غتهبط تشوف ولادك وبالفعل هبطت بالعكاز ديالي وانا مهرس ومشيت نشوف ولادي. اللحظه اللي هبطت نشوف ولادي لقيت مرتي كلها مصوصه ومعضوضه وزروقيه وكذا وهذه انا راه راجل وتنعرف كل شيء. قلت لها اش هادشي؟ قالت لي كيس الحمام. قلت لهم والله من هذا منكر لما وبا وعمتها وتيغوتوا عليا سمعناها
وصلتوا للمرحله ديال الطلاق؟ وصلنا للمرحله ديال الجلسه الثانيه. واخا طلقات هاد السيده. هاد السيده طلقها القاضي بلا ما نحضر، بلا ما نسني على طلاق. مازال انا ما ساني على طلاق. ما طلاق الشقاق. انا ما هي اللي دارت طلاق الشقاق. واخا وهاد الحمل باقي عندها دابا؟ لا طيحاتو. باش عرفتي انت هادشي؟ هو عندي اوديو. كيفاش اوديو؟ عندي اوديو. بنتي جات من المدرسه مع 12، خرجت مع 12، دخلت للدار ديال حناها، دخلت تلقى الدار خاويه. ملي لقاتها خاويه سمعت الهضره في واحد البيت. داك البيت اللي سمعت فيه الهضره فيه نسيبتي وفيه مرتي واختها. جات بنتي قالت لي بابا ما حليتش الباب. ملي سمعت الهضره في البيت قالت لي زدت الباب وبديت تنتصنت. قالت لي ماما، قالت لامها امي راني حامله. قالت لي ولامي ما قالت لها اويلي مسخوطه. دارت فيها اختها الصغيره، قالت لها هذا راه مونتيف كيمشي عليه الانسان الحبس، وانا انت دابا هاد الفعله اللي درتي راه ما انت اختي، ما انا اختك. يعني ما قبلاتش. هذه هي اختها، ماشي هي اختها اللي ما قبلات. قالت لها انت ما اختي، ما انا اختك، ودابزات معاها. من مور هذا الشيء يا استاذ بداو لي بنتي، ربي الكريم سبحانه، داو لي بنتي حضروها معاهم عند العشاب، عند العطار في الهديم. داوها مشات نسيبتي ومرتي واختها مشاو للهديم عند العطار في الهديم. بنتي ومرتي امها واختها مشاو لعند العشاب باش تعرفوا ربي تيبغيني ومحضر لي بنتي في اي حاجه وقعت تيحضر لي بنتي. بنتي ملي مشاو للعشاب قالت لي شرينا الكينه وشرينا العشوب وجينا بحالنا. واخا البنت عارفه الكينه. هي كتقول بنتي الاوديو. بنتي كتقول انا بابا كنحضي ماما من التقبه ديال الطواليط، كتدخل ماما للطواليط كتجبد كينه كديرها تحت منها، وكينه قالت لي كتشربها وتجبد البوماده كدينها، كتخرج كتنعس واحد نص ساعه. قالت لي بابا ملي كتفيق كتطلع الناموسيات وبقى تنقز للارض، كتطلع وتبقى تنقز، تطلع وتبقى تنقز. قالت لي بابا الدم خطره كتجمعو. قالت لي فسالات وطيحاتو، جمعات داكشي في ميكا وخرجاتو بالليل. والبوماده قالت لي كانت تدهن طواتها وكمشاتها وداك العالم ديال الدواء اللي طاح. قالت لي جمعات داكشي في ميكا وخرجاتو للزباله ودفناتو باش يجي مول الزبل غد ليه يهزو. انت هنا مطلق، انت هنا طلقتي؟ حامل انا مازال ما طلقتش. مازال ما طلقش. فاش عندي هاد الدرايه وهاد الخبارات وهاد كلشي مازال ما طلقش، مازال ما طلقهاش. انا مازال ما طلقهاش. عارف مرتي راها حامله. والشكايات اللي وضعتي فاش شنو المآل ديالهم؟ واش مشاو للحفظ ولا؟ الشكايات اللي دفعت، المقال الاول اللي دفعت، الدوسي الاول اللي دفعت بلا سامحوا لي وقالوا لي ما كاينش دليل، ولكن ما عيطوش لذوك الناس، ما استدعاوهم، ما داروا اقوال ديالهم، ما سمعوا لهم، ما داروا لا خبره لا والو. داروا لي ذاك الدوسي الاول ما صيفطوها لا للطبيب لا والو. واخا وعدوني شي ناس لا داعي للاسماء، الدائره الطريزيام وعدوني قالوا لي مرتك راها حامله، راك ما كتكذبش، وحنا والله تنشدوا لك حقك. وانا دابا كنتسناو غير الرد ديال الوكيل من هنا يومين راه غنديوها للطبيب. وبداو تيرغبوني عليها، قالوا لي مزوقين فيك على وجه البنيات وكذا. قلت لهم ودينا غير شدوا لي حقي، وداك السيد اللي دار فيا هادشي وتكرفس عليها وضحك عليها يدير الجزاء ديالو. وانا مرتي غادي نسمح لها على وجه بنياتي، على وجه بنياتي غنسمح لها على وجه بناتي، ولكن السيد اللي دار فيها هادشي راه ما غنسمح له لا دنيا ولا اخره، ما غاديش نتفك معاه. ولكن كون المراه كانت في شكل ما غاديش توصل عند هاد السيد. يعني حتى المراه كتحمل المسؤوليه. حتى المراه كتحمل المسؤوليه. حتى المراه كتحمل. هذاك السيد ما تعداش عليها. انا كنهضر قانونيا. داك السيد ما تعداش عليها بالاراده ديالها، هي اللي بغات، هي اللي ركبات، وهي اللي مشات معاه، وهي اللي دارت معاه العلاقه، وهي اللي كتهضر معاه في التليفون. ومازال هما بناتك دابا جور؟ بناتي دينهم ليه هبط نهار السبت نشوفهم اللي فاتت، شدوني تكرفسوا عليا دوروني، مرتي وامها ومرات عمها. ها هو انا راه داير محضر عند الجدارميه. ضربوني. ها هما ها القميش ها هو باقي فيا. هاي هادي اظفر. ها هو يعني حتى قيحات ليه ويبسات. علاش جاي تشوف ولاد؟ جاي نشوف ولادي. ملي جيت نشوف بنادي ما لقيتش البنتي الكبيره، بقيت هي بنتي الصغيره. قلت لها فين هي اختك؟ قالت لي راه هي عند الزهره. هضرت معاه. سميش اصاحبي، سمي لينا حتى شي واحد الله يجازيك. اسمح لي تنغلط، اسمح لي الاعتذار. قلت لها فين هي بنتي؟ قالت لي راه عند فلانه. قلت لها انا غادي نمشي بحالي غدا ان شاء الله نجي نلقى بنتي هنايا. قالت لي انت ما كتخلص لا نفقه لا والو وكتحل فمك. قلت لها يا كان سيبتي انت في السيمانه الاولى فاش وقع هذا الشيء انت بفمك قلتي لي ولدي البنت راه باقا صغيره وراها غلطات وهذا الشيء اللي كتب عليها الله وطلق الكلبه ولدي وبناتك هما معززين مكرمين واجي تشوف وليداتك فوق ما بغيتي وما تعطيهم حتى درهم وخلي الكلبه يضربوها الحيوط. اماه واش الكلبه ما تعيرها ما والو الله يجازيك بخير. اعتذار
قالت لي طلقها ولدي، هادشي اللي عطى الله راه لعب بها الشيطان وزغبها الشيطان. صافي ابغضوا الحلال عند قالت لي زغب السيده ما بقاتش باغاك، اش غتشدها بزاف خويا لا جوهر؟ لا انا ما شداش بزز هاد السيده، انا شادها، انا باغيها حقي اللي عطاني الله. هاد السيده هاد الافعال كاملين اللي دارتهم وهي في العصمه ديالي. هاد السيده ما والو ما صورتي حتى شي حاجه. مشيت للمحكمه، مشيت للشكايه الاولى داروا لي الميل في الحفظ. الشكايه الثانيه مشيت لعندهم قلت لهم راه حقي عطاه لي الله، واش تشدوا لي؟ قالوا لي غنشدوا لك حقك. شنو هذا الحق اللي عطاك الله؟ قلت لهم مرتي راه حامله. قالوا لي هادشي تقول على الشيطان. قلت لهم كي كتسمعوا مرتي راه حامله. يعني هذاك هو الشاهد، هذاك هو الشاهد عندي انا. المحامي قال لي جيب لي 2 شهود بالله راها حامله. انا بقوة ما عقلي مفتح شي شويه قلت له استاذ الشاهد انا عندي هو اللي في كرشها. قال لي اش تقول؟ قلت له كي كتسمع الشاهد راه في كرشها، هاد السيده غيدوزوها للطبيب ولا ما لقاوهاش حامله وما لقاوش داكشي في كرشها، انا يعطيوني اعدام ولا يعطيوني مؤبد على وشايه كاذبه، وكنسوه لهم السمعه ديالهم وكنطيح لهاد السيده من الكرامه ديالها. وها هي دابا طيحات واللي عطى الله عطاه، وكيفاش غتثبت انه هاد الشيء عاوتاني؟ واش فهمتيني؟ كيفاش نثبت هاد الشيء استاذ؟ بالله كاين طبيب كيعطينا التاريخ فوقاش حملات وفوقاش طيحات. استاذ واخا هاد المسطره تحركات ولا لا؟ هاد المسطره ما تحركاتش، عييت ما نجري، مشيت درت شي كتبت تظلم حفظ الشكايه ودفعتها. فاش دفعت ديك التظلم حفظ الشكايه جاني رد، قالوا لي خصك اعتراف من المراه ديالك ولا خصك شي دليل. قالوا لي ما كايناش شي مراه اللي كتعترف بالزنا وهي حامله غادي تعترف لك. من غير هذاك ديال الوجده اللي شفناه في تيك توك. واخا كاين اللي قال لك واش علاش غادي تسامحها؟ كاين اللي قال لك علاش غادي تسامحها؟ علاش وانت عارف ومأكد من انها خانتك؟ قالوا لي الناس ما تسامحش وحقك عاطيه لك الله، وعندك القوانين وعندك ما يثبت حقك ما تدوزوش. وبالفعل ما يثبت خصك تدفعوا للمحكمه. دفعت كلشي للمحكمه، ما خليتش فين مشيت، راه بقى لي التلبوس. دابا راك عارف هادشي فيه التلبوس عندي. وهو انا هاد السيده هادي انا كندل على راسي، هاد السيده الا ما لقاوهاش حملات في التاريخ اللي تنقول ومازال ما طلقاتش وهي حامله، كندوزو للمحكمه ديال الطلاق وهي حامله وطلقات. ولكن كنعرف انه يعني الطلاق يعني ما كيكونش طلاق عن هذه العمليه ديال الطلاق والاجراء ديال الطلاق ما كيكونش فاش كتكون المراه في فتره حمل، حتى كتولد تتوضع عاد كندوزو للمسطره والمحكمه كتقول لك سير تولد المراه عاد جيو. واول سؤال كيسولوا واش الشريفه حامله؟ لا هي نقرات، وانا عندي التصريح ديال القاضي قال لي ولدي سولتها ما حاملاش. انا عندي التصريح ديال القاضي قال لي ولدي انا درت خدمتي سولتها المره الاولى والمره الثانيه قالت لي ما حاملاش. هو ملي قال لي هكا قلت له احتراماتي للقانون استاذ انا كيخصني الورقه ديال الطبيب. قال لي لا ولدي القانون تبدل، قال لي ما بقيناش نطلبوا الورقه ديال الطبيب، القانون جديد قال لي هي تنسولو. واخا شنو كطلب اليوم اخويا جوهر؟ ولاش خليتي اليوم اختاريتي اليوم انك تخرج عند المغاربه؟ حيت اخويا طبت عام وانا كنجري في هذه المحنه، ما تنعس ما والو، تنهضر في القهوه، تنهضر في الزنقه، تنبكي في الزنقه، ما تنعس، ما تنشوف والديا معذبين معايا، عائلتي معذبه معايا، تجوعت، ولادي مسردين عليا، ولادي توعشوا. الله يخليك فهمتي يعني انا امين. شوف الا ما كتبش الرزق بيناتكم امين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، يقدر ربي يبين لك هذا الشيء. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، باش يبعدك كاع من هذا الشيء. صدق الله العظيم. واحد الحكايه اخرى في العيد الصغير، جبت بناتي بجوج كسيتهم وجبتهم عيدوا معايا وهي تقول لي مسكينه، قالت لي موضوع مخبعاه من رمضان ديال 2025 فاش كنت في الدار مهرس. قالت لي بابا، قلت لها شنو؟ قالت لي بغيت نقول لك شي حاجه. قلت لها واش نضحك معاك؟ قلت لها قول يا بنتي، انا عارفه ملي كتقول لي بغيت نقول لك شي حاجه غتقول لي. قلت لها قول يا بنتي حبيبتي ما تخافيش. دخلتوا البنت في هذا الشيء يا صاحبي؟ البنت انا ما دخلتش، انا ولات عارفه شحال عندها عمرها؟ عندها دابا طالعه في التسنيب، بنت 2018 دابا حاليا 8 سنين وشي شهرين 8 سنين وعارفه هذا الشيء، عارفه كل شيء، هذا الشيء كامل، وانا ما كنسولهاش، هي اللي كتقول. ولكن البنت راه ضاعت دابا. ديك البنت عندي مدمره نفسانيا. انا هذا الموضوع الثاني كل احتراماتي انا نقول لكم، الموضوع الثاني بنتي كتبكي وكطلبني كتقول لي بابا ما تسجنيش. انا نقول لكم ما تسجنيش يا بابا. بنتي تقول لي بابا انا مزوقه فيك ما تسجنيش يا بابا. قلت لها قول يا بنتي انا كنسمعك. قالت لي يا بابا شي لقيتها قبل ما تعيق انت فاش كنتي مهرس في الدار وطايح، قبل ما تحسبتها شي لعبه وقبل ما نقولتها لعمتي. قالت لي فاش هبطات فطرات معنا بابا في دارنا وخلاتك انت في الدار. قالت لي بعد ما فطرنا وخرج حبيبي مشى للقهوه
وخرج ودنات العشاء قالت لي خرج جدي وخرجات حنا وخرجات خالتي مشاو للجامع للعشاء صلاه العشاء والشفع والوتر والتراويح. دابا التفاصيل كتبقى تفاصيل صغيره من اسمح لي. المهم قالت لي بابا ديك الساعات راه هو جا للدار ودخلاتو ماما وجلس معاها في الدار جا لدار نسابي ودخلات العاشق جا لدار نسابي ونسابي ما كاينينش في الجامع تيصليو وبنتي حاضره على هادشي ودخلاتو مرتي يجلس معاها قالت لبنتي قالت لها تخرجي انت واختك تلعبي وهادشي اللي شتي الا قلتيه غنطرطق لك الشنايف ديالك ونحيدهم لك. قالت لها تخرجي تحضي فاش يخرجوا من الجامع تجي تقولي لي. قالت لها بابا بالفعل خرجت بقيت حاضيه اول واحد قالت لي خرج من الجامع مشيت تنجري قلت لهم هما خارجين قالت لي هو ناض من حداها تيجري هرب دخل للبلاصه الفلانيه واحد البقعه حدا نسابي خاويه. قالت لي دخل لتماي قالت لي صافي. قالت لي من بعد هذا الشيء ماما صيفطاتني قالت لي يا بنتي سيري تبعيه شوفيه واش دخل للدار. قالت لي بابا مشيت تبعته تدخل للدار وليت قلتها لماما قلت لها راه دخل للدار. قالت لي ماما ديك الساعات عمرها تجبي بين هاد الحريره وقالت لامها راكم عارفينو كيبغي الدواء وما كيقدرش ينوض بوحدو يمشي للطواليت عليا انا مرتي. قالت لهم راه ما كيقدرش ينوض للطواليت وتيبغي الدواء اللي يجيبوا له واللي يقربوا له راه ما تيتحرك. دابا راه خصني نمشي لعندو انا فطرت معاكم وانا غنمشي عند راجلي. الليله هي ديك الساعه دايره مع العاشق ديالها غيخرج يتسناها في الكودرون في الشانطي بالطوموبيل باش يهزها يجيبها لي. ياك هو يجيبها هزها وجابها لي وبنتي. غادي نوقفك اخويا هنا. احترامات هادشي فيه بزاف احترامات والوقت لا يسعنا. احترامات. اليوم شنو رسالتك خويا شنو تقول لهاد السيده اللي كانت كتشوفك من خلال هذا البث المباشر مع العلم ان ما بين الراجل والمراه يعلم الله شنو كاين فهمتيني. شنو تقول لهاد السيده اللي كانت كتشوفك دابا؟ هاد السيده تنبغيها الله اللي شاهد قدام والديها تياكلوا في داري وفي الطعام تنقول لهم انا بنتكم ما نحضيهاش وتنثق فيها وربي شاهدوا تياكلوا طعامي. قلتها قدام نسيبتي وقدام اختها قلت لهم اختكم كنبغيها وتنثق فيها انا وما عمرني نتبعها وما عمرني نحضيها حيت انا تنثق في مرتي بعيني مغمضين. الثقه هي الاساس. تنثق في مرتي بعيني مغمضين. هذه هي الهضره اللي خسرت عليهم. شنو تقول لهاد السيده دابا؟ هاد السيده تنقول لها انا الكاميرا قدام. هاد السيده تنقول لها انا حسبي الله ونعم الوكيل وكنتمنى من العداله ومن القانون يشد لي حقي اللي عطاني الله. هادشي اللي كنتمنى. هاد السيده دمراتني زي صحتي في جيبي في ولادي وليت مريض وليت غادي الحماق والديا ناعسين وانا كنهضر وكنبكي لا اله واللي الا كان الله. محمد رسول الله واللي كنطلب من العداله والقانون شنقول لك الله بسم الله الرحمن الرحيم شعارنا الله الوطن الملك. كنتمنى من الملك الله يطول عمره والوطن يجد لي حقي انا مواطن. انا ما بغيتش نوصل لشي حاجه اللي هي خايبه حتى جات للمحكمه درت القانون ديالي. ما تبكيش المهم واخا بغيت نسولك سؤال دابا انا غنسول علاش كتبكي؟ شنو اللي مخليك كتبكي دابا؟ مضرور عاطفيا حيت حقي عطاه لي الله وكاينين الشمته حقي عطاه لي الله وكاينين الناس اللي عارفين وحدين اخرين. واخا على وجه ديك المهم وجه ديك البنيات واخا دموعك ما تنبكي حيت كاينين شي ناس غلبوني. كاينين شي ناس انايا كاينين شي ناس انا هي قالتها لي بفمها قالت لي الله يجعل البركه في فلانه لا داعي لاسماء انت كتقولهم. قالت لي الله نقول ولكن حتى هي خليتها الله بلا ما نجبد. قالت لي الله يجعل البركه في بنت عمتي وراجلها وانت صورتي قالت لي صورتي هاكا. قالت لي الله يجعل البركه في بنت عمتي وراجلها صورتي انت درتي الشكايه الاولى والشكايه الثانيه وانا حامله وانا طيحت صورتي هاكا فات وبغيت نجبد التليفون نسجلها شيرات عليا امها بغات تحيدوا لي رديتو لجيبي ما عطاونيش الفرصه باش نسجل هذا الشيء باش ما يتهرسليش التليفون وعندي فيه كل شيء. صافي ملي بغاو تنتف لي التليفون رديته لجيبي وحبست انا حتى هذا الكلام ديال قالت لي الله يجعل البركه في بنت عمتي وراجلها راه عندهم الناس ديالهم. صافي انا بالفعل استوعيت ملي اتجهت للقانون والمحكمه واش انا كنقول ها هي طالب المحامي كاتب طلب بالمحامي بلا حمل ظاهر وكنتحملوا العواقب اذا كانت وشايه كاذبه كنتحملوا. وما دارت لا خبره لا ما دارت لا خبره لا والو. وطلقت حامله وطلقت هاد السيده والتاريخ عندنا ما لقاوهاش حامله في هاد التاريخ قبل ما تطلق. انا يد القانون ويد العداله طويله عليا. الرساله واضحه. نعم
مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، صراحه هذا الشيء كيحبس العقل. للاسف كيبقى هذا يعني الروايه ديال الطليق هو للطرف الثاني حق الرد. طبعا ما غاديش نكونوا كما كنقولوا بدون اصدار احكام مسبقه، مع احترامنا طبعا للمراه المغربيه، لانه البعض بان لي انا بعض التعاليق بحال هذا واحد الاخ هنا ايوب، الله يجازيك بخير. المراه المغربيه راه فيها امي وفيها امك واختي واختك وفيها الزوجه وفيها الصالح وفيها الطالح، كما في الراجل حتى هو فيه الصالح وفيه الطالح، وكاين الزوين وكاين الخايب، الدنيا حجر وطوب. اذا تنتي عندك امك وتنتي عندك وعندك بنيات. اذا بدون اساءه لاي مراه مغربيه كيوقع الغلط، كيوقع شحال من حاجه، كتوقع مشاكل، وهذا عبر التاريخ ماشي بالضبط غير في المغرب ولا هنا العالم كيعيش بحال هذا الشيء هذا. اذا راه ما نساوش هذه المسائل، هذه المشاكل كتوقع ما بين الازواج. اليوم هذه الحاله من الحالات اللي صراحه سمعنا فيها شي حوايج اللي غريبه مطلقه بحمل ظاهر. اظن انه ما يمكنش هذه المساله غتغفل على الجهات المختصه والمعنيه. نتمنى التفاعل الايجابي مع الشكايات ديال الاخ، اللي كنتمناو ان شاء الله انه يوضع جميع الاثباتات والادله وما يفيد، لانه كنعرفوا الخيانه الزوجيه طرق الاثبات ديالها يا بالتلبس او اعتراف حسب القانون، والحمل كما كتقول الحمل اللي اليوم ها هي طيحاته. وكذلك كاين الخبرات المضاده اللي ممكن تثبت واش هذه السيده بصراحه بصح دارت الاجهاض، واش بصح هذه السيده كانت في فتره حمل. هذا الشيء كامل القانون قاد به، وانت كتحمل المسؤوليه امامنا. المسؤوليه الا كانت هذه السيده واش هي كاذبه وظالمه وهذا الشيء كذوب يعطيوني مؤبد، الا كيعطيوها 10 يعطيوني انا اعدام. الرساله واضحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الله يحد اللباس والله يسرنا ويسركم يوم العرض. وكنطلب من الله يجمع الشمل اخويا. وشوف خليك لبنياتك حافظ على راسك انت. ممكن يقدر يكون هذا الزواج ما نجحش، تقدر تبدا حياه اخرى وتكبر بنياتك وتقريها وحيدهم من ذاك الدمار 8 سنين وكتقول هذه الهضره هادشي خطير. انا بغيت بناتي يكبروا معايا، ما يكبروش مع ديك السيد، ما يكبروش مع واحد النسيبه كتركب مع العشيق. قالت لك الطلاق كاين واخا المراه تكون حامله، ياك اختي؟ انا هذه فكره زدتيها لنا انتيا، كنشكروك عليها. حق الرد مكفول للطرف الثاني. ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والله ياخذ حق جوهر، والله ياخذ حق حتى زوجتك هي او طليقتك الا كنتي ظالمها ولا واخد فيها شي حاجه ماشي هي هذيك. اشكركم مشاهدينا، ما بقى لي ما نقول لكم الا الله يدير لي فيها الخير، الله يدير لي فيها الخير، والله يجمع الشمال. عاش الملك دائما والله يطول. اللهم امين يا جلالة رب. الملك محمد السادس، الله يجعل ربي ينصرك انت والاسره العلويه وولي العهد مولاي الحسن. اللهم امين يا رب. الاخوان والاخوات، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واللي ما خرج من الدنيا راه ما خرج من عقايبها. ولينا نشوف اخوتي شي حوايج ما عمرنا شفناهم، ما عمرنا سمعنا بهم. المهم الاخوان كنشاركوا معكم هاد الفيديوهات للعبره، ما تبخلوش علينا اخوتي بالاشتراك ديالكم. الاشتراك ديالكم راه كيدعمنا وكيحفزنا. وشكرا لجميع المتابعين وتحيه لكم من هذا المنبر. نتلاقاو الفيديو الجاي، السلام عليكم.